صحيت من النوم فجأة لقيت نفسك مشلول تماما وصوت نفسك عالي جدا ومش عارف حتى تحرك صباع واحد. حاولت حتى تصرخ وتنادي على حد، مفيش فايدة. صوتك محبوس جوه حنجرتك، وفجأة تحس بتقل رهيب على صدرك، كأن في جبل قاعد فوقيك بالظبط. وتلمح بطرف عينك تلاقي خيال مخيف جدا قاعد على صدرك. أهلا بيك في عالم الجاسوم، أو زي ما العلم بيسميه شلل النوم. الرعب ده ملوش علاقة لا بمس ولا عفاريت ولا جن بايت زعلان منك. الحكاية وما فيها إن مخك خانك في التوقيت ده، وأنت نايم بتدخل في مرحلة اسمها الريم سليب، ودي المرحلة اللي بنشوف أحلام فيها. وفي الوقت ده بالذات المخ بيبعت إشارة فورية للجسم كله بفصل الكهرباء عن العضلات الإرادية، وده علشان لو حلمت إنك بتطير أو بتجري ما تقومش تنفذ ده فعليا وتأذي نفسك. فأنت فعليا بتبقى واعي بكل حاجة حواليك، وكمان شايف كل حاجة، بس عضلات جسمك كلها بتكون لسه في وضعيه الاوف لاين. زي بالظبط لما تعمل ريستارت للموبايل بتاعك، بس لما تيجي تفتح اي ابلكيشن او تسحب الشاشه لفوق بيكون مهنج منك. اما بقى بالنسبه للخيال المرعب اللي بتشوفه، فدي مجرد هلاوس مخك هو اللي بيالفها بجزء من الثانيه، وده علشان يفسر حاله الرعب اللي انت فيها. ويقال كمان ان اسرع طريقه ممكن تفك بيها الحاله دي انك تحاول تحرك عينك او اي صباع من صوابعك. فالمخ هنا بيفهم انك صحيت وبيفتح لك الكهرباء فورا. قول لي بقى في الكومنتات، يا ترى ايه اكتر شكل مرعب شفت فيه الجاسوم؟ وهل لسه مصدق فعلا ان كان في حد قاعد على صدرك؟